الفرديه حاضره طرف اللاعب محمد ابراهيم المنتخب المصري. 20 لاعب كلها اللاعب حمزه سعيد كيلعب كره طويله المستوى الجيد. دائما التعادل السلبي 0 لمثله بين المنتخبين. كما قلت بان دائما اللقاءات والمباريات دي محاوله خطيره، كانت خطيره الفرصه. مرات الكره دائما لفائده المنتخب المصري عند انس ابراهيم داخل منطقه الجزاء، تسديده من بلال عطيه لحسن الحظ تدخل الدفاع. دائما الخطوره متواصله، لازم ما نخلو للوصول لمرمى الحارس عمر ابو صالح. ثقه للاعبين وكذلك انه ترفع المعنويات ديال اللاعبين. امامنا نبيل باها جيده، كره في الوسط لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان التدخل ديال محمد ابراهيم، الحكم كيطلب وسط اليدوي، طلب اللاعبين يكون هناك حراسه فرديه. دي فرصه خطيره، تسديده قويه، تسديده قويه بواسطه اللاعب باسل السيد مدحت. باسل السيد مدحت هو اللي سدد الكره الاخيره. تابعوا من جديد لاعب رقم 7 بالمنتخب المصري في لقاء الترتيب. بعد ما وصل المنتخب كانت كبيره وقياسيه وتاريخيه. المنتخب الامريكي 4-0 كان بامكان المنتخب المغربي، الكره المغربيه والكره المصريه كما قلت على مستوى المنتخبات وكذلك على مستوى الانديه. يمكن الكره الطويله العميد بلال عطيه ينتمي لاكاديميه محمد السادس لكره شرط من جديد. الياس عرباوي يلعب كره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه لفائده المنتخب. كانت فرصه ومحاوله لفائده المنتخب. هناك وضعيه تسلل، كانت محاوله خطيره بواسطه لاعب انس ابراهيم، كان هناك وضعيه تسلل. نتابع من جديد تمريره بالفعل، تسلل كان واضح على بواسطه عبد الله وزان محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء، دخول كان سقوط ديال عبد الله وزان والحكم كيطلب مواصله اللقاء وما كاينش هناك خطا. عبد الله وزان لاعب فريق اياكس امستردام، والعناصر الوطنيه يعني تلقى حلول خصوصا الوصول لمناطق المنتخب المصري. تمريره ممتازه للاعب ادم جوت المنتخب المصري، هذا لاعب ادم محمد قبل الوطني المغربي. فرصه داخل منطقه الجزاء، يمكن تسديد فرصه وتدخل الحارس. كانت محاوله بواسطه اللاعب ادم جوت اللي كان بامكانه يوضع الكره في الشباك وتدخل الحارس عمر ابو صالح. فرصه ومحاوله ممتازه لفائده المنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء. نتابع لاعب ادم جوت يسدد من هنا يا ابني. المنتخب الوطني المغربي كاس افريقيا اللي تقابلت بين الجزائر في 2023 فوصل المباراه النهائيه. نتائج كانت بقاو كينتظر المسانده كما على مستوى الجنوب. هناك انطلاقه ديال حمزه بوهادي. حمزه بوهادي المنتخب المصري سبق له فاز باللقب. هناك انذار والبطاقه بطاقه لباسل السيد. تدخل امام عبد الله وزان. اذا الوطني المغربي دخول من داخل منطقه الجزاء، امكانيه تسديد بواسطه لاعب ادم جوت اللي كيبحث دائما على انسداد وتدخل وابعاد الكره من طرف حمزه سعيد احمد. لاحظوا التمرير ديال عبد الله وزان في اتجاه اللاعب ادم جوت، دخول داخل الملعب كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، محاوله لحسن الحظ تجي اليمنى. عبد الله وزان تمريره ممتازه، تدخل وابعاد الكره. كان البحث على اسماعيل العود وتدخل كاس العالم الاخيره. كان حضور المغرب مالي السنغال بوركينا فاسو في نهائي. يسدد كره مشات فوق المرمى، كانت فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. اللاعب احمد موهوب، لاحظوا التمريره من عبد الله وزان وموهوب. هذه محاوله ممتازه بواسطه احمد امين خروبي. حرار تدخل، كان هناك تدخل من طرف لاعب خطا في كرة طويلة. حكم رفع الراية، كانت يعني كنقول بسنتيمترات. لو مرات الكرة في البداية اعتقد بانه كان بامكان استثمارها على عين. كانت فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ضربة مرمى بوهادي، تدخل والخطأ. تدخل امام لاعب اسماعيل العود طرف انس ابراهيم. بوهادي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه تسديده
الهدف الاول، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. اسماعيل العود، اسماعيل العود في المكان المناسب يسدد كره تعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. فرحه كبيره، الجمهور الحاضر الذي يساند ويشجع هذه العناصر الوطنيه. النتيجه محاوله خطيره داخل منطقه الجزاء، تدخل والكره في الركنيه، ما كاينش هناك خطا، كره في الركنيه، تدخل كان ممتاز من طرف بلال سقراط اللي هي داخل منطقه الجزاء، محاوله والكره تطبت بالعارضه. محاوله خطيره في المنتخب المصري بواسطه لاعب محمد ابراهيم الشريف، كره ترتطم بالعارضه. تابعوا من جديد هذه المحاوله، لاحظوا لاعب محمد ابراهيم وصل الكره يسدد. المنتخب المصري كان فاز في المباراه النهائيه على منتخب مالي امام منتخب ليبيا. كل التوفيق كذلك للمنتخب الوطني المغربي اللي اقل من 20. بوهادي شو يعمل بوهادي، تمريره تدخل وابعاد الكره. بوهادي بحث على اللاعب ادم جوت، ولكن تدخل ديال محمد ابراهيم صاحب كذلك التمريره اللي عطات الهدف. بحث على اللاعب عبد الله وزان، رفع الكره، هذه فرصه راسيه ولكن في الجهه اليمنى كيمرر لعبد الله وزان. تمريره ممتازه ديال عبد الله وزان، فرصه لبدايه المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب احمد موهوب، كيمرر لاسماعيل، اسماعيل تمريره، فرصه تغطيه حاضره. كانت محاوله شكلت خطوره على دفاع المنتخب المصري. عناصر تمريره طويله فيما المدرب العام هو محمد ابراهيم ومدرب الحراس احمد فوزي. هذا هو الطاقم التقني المساعد للمدرب احمد الكاس. حكم ابراهيم الشريف يستعيد تنفيذ لعبات الكره، مرات جانبا، محاوله خطيره، تقدر الحارس لمس الكره. نتابع من جديد الكره لمست الحائط، ترفعت الكره الرأسية، الكرة خارج عديد الملعب وضربة مرمى. ضربة مغربية عند اللاعب أحمد أمين خروبي، خروبي إمكانية تمرير، تدخل والكرة في الركنية. ركنية لفائدة المنتخب الوطني المغربي في هذه الجولة الأولى. الكرة الثابتة كيلعب الكرة دائرية، هذه فرصة رأسية، هدف ثاني يضيع بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. كيجي مع الصافره ديال الحكم التونسي امير لوسيم. كان بامكان المنتخب الوطني المغربي ان يسجل هدف ثاني وينهي الجوله الاولى. اعتقد انه الفتره ديال الاستراحه ستكون فرصه للمدربين خصوصا نبيل